اللي يسمع ويشوف خطاب الدعاة المنتشر دلوقتي في مصر هيلاقي كراهية شديدة تصل إلى حد التحريم للحضارة المصرية، وده عامل جفوة وكراهية شديدة بين المصريين وحضارتهم وهويتهم الحقيقية. طب ما تيجوا نشوف كده فتوى الشيخ محمد عبده عن التماثيل، جايز نشوف خطاب ديني مختلف يمكن ينور لنا بصيرتنا ويقربنا من حضارتنا ومن الحضارة الإنسانية كلها. هو في حد يكره؟ بيقول الشيخ الإمام: أما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بها حسك. فانظر إلى صورة أبي الهول بجانب الهرم الكبير تجد الأسد رجلاً أو الرجل أسداً، فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم في الحقيقة. وشكراً لصاحب الصنعة على الإبداع فيها، إن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها. ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد محي من الأذهان. وبالجملة إنه يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد ما تكون على أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم، بعد التحقيق أنه لا خطر فيها على الدين، لا من وجهة العقيدة ولا من وجهة العمل. وبيكمل الشيخ محمد عبده اللي واضح جدا إنه كان مستاء من حال المسلمين وأفكارهم اللي مش قادرة تطلع بره الصندوق، على أن المسلمين لا يتساءلون إلا فيما تظهر فائدته ليحرموا أنفسهم منها. نحن لا نعنى بحفظ شيء نستبقي نفعه لمن يأتي بعدنا، فليست ملكة الحفظ فيما يتوارث عندنا، وإنما الذي يتوارث هو ملكوت الضغائن والأحقاد. تنتقل من الآباء إلى الأولاد حتى تفسد العباد وتخرب البلاد ويلتقي بها أربابها على شفير جهنم يوم الميعاد. ونرجع هنا للسؤال المهم والمهم جدا: ليه بيتم تجاهل أفكار الشيخ محمد عبده؟ وليه بيتم تنميط وكبس المجتمع في قالب واحد كاره لمصر وحضارتها؟ دايما بيقولوا ابحث عن المستفيد، ولو المستفيد ده عدو يبقى لازم نراجع أفكارنا عن حضارتنا وذاتنا. بيقول طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر: وأنا من أجل هذا مؤمن بأن مصر الجديدة لن تبتكر ابتكاراً ولن تخترع اختراعاً ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة. يلا نضم صوتنا لصوت محمد عبده وطه حسين ونفتخر بأثارنا ونتعلم منها ونبني مستقبل مصرنا العزيزة على حضارتنا العظيمة الخالدة.